السلام عليكم، بارك عواشركم. الله يدخل عليكم هذا رمضان بالخير والتيسير. اليوم غنقدم معكم دجاج مشوي في الفران اولا في فوق الشوايه كما بغيتو ديروا ليه. ندوز دابا لطريقه التحضير والمقادير ديال هذا الدجاج هذا. عندي هنا واحد معلقه كبيره اولا صغيره ديال لاموطارد، وعندي هنايا واحد شويه ديال القزبور، جهد معلقه عامره، وعندي بصيله اللي حكاها في الحكاكه، وعندي واحد ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم، وعندي هنايا الدجاج على حسب الرغبه ديالكم. انا شديت هنا الفخيضات، عندي واحد 4 الفخيضات هنا ديال الدجاج. اللي شديتهم غسلتهم وفخيضات مخلطين ما بين فخيضات والظهر وجنيحات. المهم شديتهم رقدتهم في الحامض والملحه والخل، ونقيتهم مزيان، ومن بعد فلحتهم كما شفتوا معايا. دابا غندوز للتوابل. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج صلصه الصوجا، دابا متوفره في اي مكان، اللي ما متوفرش عنده ممكن يحيدها. عندي صلصه المحار، حتى هي تجي بنينه في هذا الدجاج بزاف. عاد كنتمنى انكم ديروها. هي ملي تبغي ديريها في الاناء صعيب باش انها تهبط. المهم غنحتاج منها حتى هي واحد المعلقه. وعندي هنايا كاس ديال دانون مسوس درتو حتى هو. وعندي هنا واحد هذا الثوم، هذا ضويمه ديال الثوم. وعندي واحد شويه ديال الزعتر. عندي هذا سكينجبير، واحد معلقه عامره شويه. عندي نص معلقه ديال البزار، واحد شويه الملحه، هي تصحيح الذوق. بالنسبه للدجاج انا ماشي مرقدها بزاف في الملحه ولا شرب ليا الملحه لا والو، فقط هي درتو وصافي واحد شويه وحيدته، يعني ما طولش في الملحه. وهنايا عندي واحد 2 معالق ديال الزيت، ما تكثروش، واحد 2 معالق هنا في الاول. تا تبغيو ديروه فوق الشوايه اولا في الفران، عاد تزيدوا واحد شويه ديال الزيت باش يتحمر لكم في الفران. صافي غندمج هاد الخليط مزيان. وعلى فكره نسيت سميتو، نسيت الخرقوم، ما ذكرتوش معكم. انا باقي هنا زدت الزعفران شعره حيتاش كنت نسيتو صراحه. الله خرج لي من بالي. المهم غادي نعاود نوريكم منين درتو لكم. صافي غادي نشرمل مزيان هاد الدجاج وغنبيتو ليله كامله في الثلاجه. بالنسبه اللي ما عندوش الوقت ممكن يديروا ساعه ساعتين، ولكن اللي قد ما بات في الشرموله وحق الله العظيم لا تيجي بنين بنين بزاف. عاد صافي كما شفتوا معايا الفخيضات صدر عفوا ما درتوش، الجنيحات وداكشي فقط شرملتهم مزيان وصافي. وغادي نغطيه كما ذكرت معكم، نغطيه ونخليه في الثلاجه يبات ليله كامله. كنت معوله انني نديرو. هانتوما شفتوا بعد ما زدتو زعفران زويمه ولا زعفران شعره اللي متوفر لكم ممكن ديروا. بعد ما زدتو ليه وخليته كما قلت لكم ليله كامله. اللي بغى يشويه يشويه، اللي بغى يديرو في الفرن يديرو. انا كنت ناويه نشويه، الساعه كانت عندنا الشتا واضطريت انني نديروه في الفران. هانتوما شوفوا هنايا درتو في هاد الطاوه هذه. نتوما ديروه في اي اناء عندكم. وبعد ما استفتو درت فوقو ديك لاصوص اللي هبط ليا داك الدجاج واللي بقات ليا درتها فوقو وخشيته في الفران وخليته طاب على خاطرو. ما درت ليه لا كاغيط لا والو، درت عليه فقط واحد سوينيه واحده اخرى بحال هذه وخليته طيب على خاطرو، ما احتاجيت لا نجهد الفران لا والو. والله العظيم الا جا بنين. وديك المريقه اللي طلق هزيت درت بها ديك الشعريه الصينيه. هانتوما شوفوا كي تيجي طايب زبده وبنين بزاف. عاد يعني زدت لي انا الشعريه الصينيه وباقي صوت بدوك البنيصات ديالو واحد دغميره ديال الدجاج محمر درتها باش يغمسوه هكا الوليدات. الا بغا الا بغيتوني نشنها ندير لكم الدجاج محمر نوريكم الطريقه ديالي مرحبا. وقدمته على هذا الشكل. كنتمنى انه نال الاعجاب ديالكم. صراحه ساهل وبنين، اهم حاجه هي البنه. ويمكن لكم تشويه وممكن ترافقوه بخضار، لكم الاختيار كيف ما بغيتو تقدموه، لكم الاختيار. وصراحه ما بقى لي دابا الا نقول لكم السلام عليكم والى اللقاء ان شاء الله الى وصفه قادمه.